السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنعمل بقى النهارده يا بنات التوم بقى اللي هنخزنه بتاع السنه. ده خزين السنه طبعا. انا عامله قبل كده، بس ايه صورت لكم بردك دول 4 كيلو. ال4 كيلو عملوا معايا المفروض 4 بطرمانات مش صغيرين الازاز، لان عملتهم بطرمانات كبيره. بقى بعد ما نضفته بصوا خليته بقى كده كده، وغسلت بعد الحرف الاخضر ده بردك قطعته واستغليته ما رميتهوش، غسلته وصفيته كويس ونشفته وبردك طحنته. ده بصوا قطعه كده بقى التوم كله. وكده بعد ما قطعته كله انا كده هطحنه، وحطيت حبه ملح وحبيت حبه زيت. الزيت ليه؟ الزيت عشان لما اجي اخزنه واحطه في الديب فريزر واجي اطلع منه يطلع معايا بالسهل على طول، ما يغلبنيش لما اجي اطلعه. كده بقى طحنت كده العادي بقى ده بقى بتاع المشويات والبتنجان المخلي. حطيت فلفل احمر، حطيت كل ده فلفل حراق، وحطيت فلفل اصفر عادي، وحطيت ليمونتين عصرتهم، وحطيت الملح وحطيت الزيت، وبرضك طحنته كده بردك هخزن ده تخزين بردك استنى معايا. وعملناه يا بنات بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنعمل بقى النهارده يا بنات التوم بقى اللي هنخزنه بتاع السنه. ده خزين السنه طبعا. انا عامله قبل كده، بس صورت لكم بردك دول 4 كيلو. ال4 كيلو عملوا معايا المفروض 4 بطرمانات مش صغيرين الازاز، لان عملتهم بطرمانات كبيره. بقى بعد ما نضفته بصوا خليته بقى كده كده، وغسلت بعد الحرف الاخضر ده بردك قطعته واستغليته ما رميتهوش، غسلته وصفيته كويس ونشفته وبردك طحنته. ده بصوا قطعه كده بقى التوم كله. وكده بعد ما قطعته كله انا كده هطحنه، وحطيت حبه ملح وحبيت حبه زيت. الزيت ليه؟ الزيت عشان لما اجي اخزنه واحطه في الديب فريزر واجي اطلع منه يطلع معايا بالسهل على طول، ما يغلبنيش لما اجي اطلعه. كده بقى طحنت كده العادي بقى ده بقى بتاع المشويات والبتنجان المخلي. حطيت فلفل احمر، حطيت كل ده فلفل حراق، وحطيت فلفل اصفر عادي، وحطيت ليمونتين عصرتهم، وحطيت الملح وحطيت الزيت، وبرضك طحنته كده بردك هخزن ده تخزين بردك استنى معايا. وعملناه يا بنات